كل اللي احنا بنقوله بقى ايه فكره الايفنت دريفن اركتكتشر، ان انت من فهمك للبيزنس في حاجات بطبعها هي سينكرونس، في حاجات بطبعها هي اي سينكرونس. فما تجيش انت تقلب النيتشر الحقيقيه بتاعه البيزنس في الكود بطريقه غلط، ان كانت اي سينكرونس يبقى سينكرونس او العكس. صح. ولما بتعمل العكس انت غالبا بتبوظ حاجه. فانت ربطت ان الاوردر يبقى بليست بان الدرايفر يبيك الاوردر، مع ان هم حاجتين مختلفتين. وبالنسبه للبيزنس هو ما عندوش مشكله خالص الاوردر يبقى بليست وذن مثلا يقعد 15 دقيقه لحد ما الدرايفر يبيك الاوردر، ما عندوش مشكله. انت خليتهم مرتبطين بالكود، دي مشكله. والعكس بالعكس، لو بتتكلم مثلا على بيمنت مثلا سكوب، فانت مثلا هتعمل ترانسفير محتاج تاكد ان الراجل معاه فلوس، فدي سينكرونس اوبريشن، عايز اتاكد ان في بالانس. فما ينفعش اخليها ايفنت اقول طب انا هبعت الفلوس واخصم منه بعدين، ما ينفعش يبقى ده ايفنت. فرجوعا تاني الايفنت دريفن اركتكتشر انا ببص له ازاي؟ انا ببص على البيزنس بيهيفيرز اللي موجوده عندي في السيستم وبحاول اترجم ده للكود بتاعي. فالحاجات اللي هي فعلا ايفنتس وفيها رياكشنز المفروض تترجم بالنسبه لي في الكود ايفنتس ورياكشن مور ذان ان هي تكون سينكرونس عشان اسيرف البيزنس بيهيفيرز.